الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها
إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. 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 الله أكبر كلما لمع نجم ولاح. الله أكبر كلما تضوع مسك وفاح. الله أكبر كلما رجع مذنب وتاب. الله أكبر كلما آب عبد وأناب. الله أكبر ما صلى عبد لربه فخر ساجدا وأناب. والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، خلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله خيرا مما نقول وفوق مما نقول، حمد بالإيمان وحمد بالإسلام وحمد بالقرآن. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، لا إله إلا أنت والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صل اللهم على من رفعت ذكره وشرحت للإيمان صدره ووضعت عنه وزره. اللهم صل على من اخترته خاتم الأنبياء وخير الأولياء وأبر الأصفياء، ومن تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوة الإسلام، أصطحبكم بعد الإذن في سفرة بحرية في المتوسط، ليس باتجاه لمبدوزة، فذلك شجر وجرح آخر. لقد صدر الأمر من عثمان رضي الله عنه
ليتحرك أول أسطول إسلامي إلى جزر تكريت ورودس وقبرص، وتم الفتح ورفعت رايات لا إله إلا الله على تلك البقاع. لكن الصحابي الجليل أبا الدرداء رضي الله عنه جلس يبكي بكاء مرا، ويسأله صاحبه عبد الرحمن بن جبيل: ما يبكيك يا صاحب رسول الله، وقد فتح الله علينا البر والبحر وباب السماوات والأرض بالدعاء، أتبكي يوم النصر يا أبا الدرداء؟ قال: يا عبد الرحمن أجبني، ألم يكن أهل هذه الجزر أولو قوة وأولو بأس شديد، فلما نسوا الله مكننا من رقابهم. إني أخشى أن يطول بنا العهد فننسى الله كما نسوه، فيمكنهم الله من رقابنا. رجال نظروا من وراء الحجب، لا ينظرون بالبصر ولكن ينظرون بعين البصيرة. وطال بنا العهد ونسينا الله فضاعت قبرص وتكريت ورودس، وضاعت الأندلس والقدس وفلسطين، وقسم العراق وشطر السودان، والجرح ينزف في أفغانستان والصومال وليبيا وسوريا. تحللت النفوس وتعفنت، وتهدمت قواعد العقيدة فيها، زلزلت أركان الإيمان في نواحيها. نسوا الله فأنساهم أنفسهم وكانوا قوما بورا. وكتم الطغاة على أنفاس الأمة سنين عددا لا أعادها الله علينا، فكان لابد من ثورة. لكن والحال تلك، لا مجال أن تبدأ أي ثورة عن طريق السماع والإقناع، فلا أذن تسمع ولا لسان يبين. لكن الله إذا أراد شيئا قضاه، وقد أراد ولا معقب لحكمه أن يكتب النصر لعباده على أيدي كتيبة من الشباب قلت عدتها وكثر عددها، ففعلت بتوفيق من ربها ما لا تفعله آلاف المقالات والخطب. اليوم لابد لهذه الثورة من ترسيخ وتمكين، لابد لها أن ترتكز على أسس عميقة متينة من الفهم والهضم والاعتقاد والاقتناع. لابد لها من رابط وثيق يربطها بجذور الإيمان في القلوب، حتى يدرك كل فرد أن الحركة واجب عليه لزوم الماء والهواء. ثورتنا في حاجة إلى مبشرين وحواريين، إلى كتاب صادقين ودعاة مبشرين ومرشدين يذكرون الناس بما كنا عليه وما نطمح إليه، ومدى الفروق بين المشهدين، ثم يوجهون القادة إلى ما يجب أن يكون ليرضى الله ويسعد عباده، في امتزاج بين القوة والعقيدة، بين الإصلاح والدين، الدين الملهم والدين الموجه، حتى يبارك الله كل فعل وكل تخطيط. إخوة الإيمان، ها أن الله يسعفنا بدورة ثانية، فهل استجبنا لما يحيينا؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. موعد آخر يشرع الله فيه أبواب العودة إليه، لكن أنباء سمعناها ومشاهد رأيناها حركت الشجن من جديد، وصرنا نخاف النكسة والارتكاس. إنها الفتن التي حذر منها محمد صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا
فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، فتنا كقطع الدخان، يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع فيها أقوام أخلاقهم ودينهم بعرض من الدنيا. إيه من الفتن، فتن والله تجعل العظيم والحليم حيران. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. تهنا عن القدوة وتناسينا مدرسة محمد، فلم نقرأ وثيقته، وثيقة أسست لمجتمع مدني نسمع بالاسم وقليل من يدرك المسمى، لأن المجتمع المدني ولد مع محمد، بل أولده محمد في المدينة فسمي مجتمعا مدنيا. يقول محمد صلى الله عليه وسلم: أهل يثرب أمة واحدة، سلمهم واحد وحربهم واحدة، لليهود دينهم ولنا ديننا. كلام والله يكاد لا يصدق إذا اعتبرنا أن بالمدينة أوس وخزرج، مسلمون ومشركون، يهود ونصارى، أعراب ومهاجرون، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم أسس للتواصل رغم الاختلاف، أمة واحدة. فالجهل إخواني يضر بالجميع، والفقر يضر بالجميع، والمرض يودي بالجميع. اليوم تشتد حاجتنا إلى وحدة الأمة، وقبلها وحدة الوطن. والوحدة ليست شعارا يرفع، بل برنامج عمل جاد ومكلف. فأعداؤنا وضعونا في سلة واحدة، فوجب أن نكون في خندق واحد. بالأمس يجبروننا بالقوة العسكرية على أن نفعل ما يريدون، واليوم يجبروننا بالقوة الناعمة على أن نريد ما يفعلون. قبلية مقيتة، وفئوية ضيقة، وحزبية تجعل الأخ يتبرأ من أخيه بسلاح الإعلام وغزو الفن والثقافة والرياضة، وتقويض لدعائم الأسرة ببرامج تستعيض عن القيم الإسلامية بقيم سموها كونية. فقل ماء الحياة، وقل بعدها ماء السماء. وإن كان لا قبل لنا بالقنبلة الذرية، فلا أقل أن نتسلح بقنبلة الذرية. تنشئة جيل واع ملتزم ينهض بوطنه ويعيد لأمته مجدها السليب، يفتح نوافذ البيت لتجديد الهواء فيه، لكنه لا يسمح للرياح العاتية أن تقتلعه من جذوره. واسمة عار، والله واسمة عار بحق الأمة إذا كان أعداؤها يتعاونون ويبحثون في كل يوم عن عوامل تزيد من تقاربهم، رغم أن ما بينهم من قواسم مشتركة لا تزيد عن 5%، بينما النسبة بيننا تزيد عن 90، ونتقاتل بحثا عما يزيد من تباعدنا. والاختلاف الذي يمزق الأمة كفر. اسمع أخي المسلم لنهي محمد صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ويقول: إنما تنصرون بضعفائكم. وبالحديث ملمح دقيق، فنحن إن نصرنا الضعيف
فأطعمناه وكسوناه وآويناه وعلمناه وعالجناه، فالمكافأة تكون من جنس العمل. ينصرنا الله على من هو أقوى منا. فيا حكام المسلمين، يا من استخلفكم الله في أرضه وحكمكم في رقاب عباده قبل الزينة وقبل كأس إفريقيا وقبل الحفل والمهرجان وقبل تحسين مداخل المدن، عليكم ضمان الغذاء لكل بطن جائع، وعليكم ضمان الكساء لكل جسد عار، وعليكم ضمان المسكن لكل مشرد على أرصفة الشوارع، لنصطلح مع الله جميعا فيصلح الله حالنا. وما السبيل؟ السبيل بوصفة ربانية عجيبة في سياق شرطي حصري: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما بقوم من ظلم وجهل وفقر وفرقة وعلة، بل وعلل، حتى يغيروا ما بأنفسهم وليس أنفسهم. ليس تغيير الهيئة والكسوة واللهجة والمهنة والسحنة، فذلك لا يغير في الأمر شيئا، بل الأكيد ما بالنفس من ضغينة، ما بالنفس من رياء، ما بالنفس من نفاق، ما بها من زور وكذب وجشع وأنانية. وما الاحترام إخواني لذي المال أو القوة أو لذي المكر والخديعة، بل كل الاحترام لمن انتصر على نفسه، ذلك الذي يملك فضيلة الانتظار والتضحية بالآجل في سبيل العاجل، هدفه أكبر من حاجاته ورسالته أسمى من رغباته، يملك نفسه ولا تملكه، ويقود أهواءه ولا ينقاد لها، تحكمه القيم ويحتكم إليها من دون أن يسخرها أو يسخر منها. والناس في النهاية نموذجان لا ثالث لهما: إنسان عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدارين، وإنسان غفل عن ربه وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي في الدنيا والآخرة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. غفرانك ربي وإليك المصير.